انده وقول يا ناصر. عندنا كل المشاريب، قهوة وشاي بحليب وسحلب كله زبيب، وبكرة نجيب دباديب. واصحى يا عم اديب. يا ناصر ايه الهيصة دي؟ هات لنا واحد شاي سكر بره وشوف عمك رفعت يشرب ايه؟ سكر بره؟ تشرب ايه يا استاذ رافع؟ هات لي هوت شوكليت. ايه؟ ايه؟ هوت شوكليت. ايه شوكليت ده؟ ايه اللي بيقوله ده؟ مش شوكليت، اسمه شوكليت. هوت شوكليت يا عم، هوت شوكليت. هوت شوكليت يا ناصر، مش عارف الهوت شوكليت؟ اللي هو ايه لا مؤاخذة؟ سحلب بالاجنبي يعني؟ سحلب ماشي يا عم. روح وهات لي كاكاو وانا هات لي شاي. طب ما تقول كاكاو يا عم، انت لو قلت كاكاو هتروح النار. بس روح. وعندك واحد شاي سكر زيادة وواحد هاشتوك كاكاو وصلحه. كاكاو ايه يا عم، الله يخرب بيتك. يلا مش مهم. المهم قول لي، جهزت الفرح وظبطت دنيتك؟ ايوه يا راجل، جهزت الفرح وكله تمام، بس المصاريف غالية قوي يا جدع. امال انت فاكر ايه؟ الجواز كله مصاريف، بس انت حاول تلم ايدك شويه، في حاجات مش ضروريه وما تصرفش في الحياه التافهه. بحاول الم ايدي على قد ما اقدر يا راجل، بس مصاريف الكنيسة والتحاليل كتيرة قوي. يا عم دي سهله، ما جاتش على دي يعني. المهم قول لي، ظبطت الاكل؟ عايزين ناكل من اللحمه. ايوه يا راجل، اهم حاجة الاكل. انا صارف 30,000 جنيه على الشرب غير الاكل. شرب؟ شرب ايه مش فاهم؟ شرب المزاج يعني. ازاي؟ ليه يا عم؟ هتسقي المعازيم ميه معدنيه؟ مية معدنية؟ والمية المعدنية مزاج برضه يا صاحبي؟ لا، انا اقصد 30,000 جنيه على الحشيش والويسكي وكم شريط برشام كده في الفرح. يا عم لا. خد هذا يا ناصر. ايوه مين بينده؟ شاي سكر زياده. عينيا يا معلم شوقي انت والمعلم فوزي. عينيا يا معلم فوزي انت والمعلم شوقي، الزباين العاقلين اللي في البلد. وعندك واحد شاي سكر زياده وصلحه. ملك الغله الراجل الفله صاحب احلى طل. بطل بقى شروحك شاي، يلا روح. منورنا يا عم شوقي يا راجل يا طيب، يا ابو قلب طيب، يا اللي ابن قلب قريب. ايه اللي اروح ده؟ امال عايز اجيب لك شاي ازاي؟ يا عم خلاص يلا روح على الشاي. وعندك اتنين شاي سكر زياده. يا عم ما تشيلش هم فلوس واصل، اللي انت عايزه تعالى خده، وحقهم وصل يا معلم. لسه يا معلم اصيل من يومك والله. الله يخليك. مساء الخير يا رجاله. اهلا مساء النور. يا ده معاك يا معلم. اشكر يا معلم. شكرين. على فين كده؟ عندي مشوار كده يا دوب الحق. مش خير يا معلم؟ خير ان شاء الله. عامل ايه يا عم شوقي؟ الحمد لله يا معلم كمان نشكر ربنا. ايه الفلوس طولت يا عم شوقي وانت عارف في الشغل. معلش يا معلم، اديني بس يومين وهجيب لك الفلوس. اصبر لسه اصبر عليك تاني يا معلم تاني؟ كل شويه تقول له اصبر عمليه ومش هينفع كده يا معلم. معلش يا معلم غصب عني والله. المره اللي فاتت عملت عمليه الواد بحق السعيه كلها ما زادش ولا جنيه، ده انا حتى رحت استلفت فلوس من بره وجبت حته عجل. اصبر عليها بس العجل يطلع وهجيب لك الفلوس لغايه عندي. خلاص يا معلم استهدى بالله، ما فيهاش حاجه يعني. طب يرضيك كده يا معلم؟ واخد مني غله من اول عيب نور، وكل يوم يقول لي بكره بعد بكره الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعديه، وانت عارف السوق كل يوم في الطالع. السوق كل يوم في الطالع وانت عارف الدنيا ايه. معلش يا معلم بس اديني يومين او بالكتير اسبوع وفلوسك هتبقى غدا. انت قلت لي الكلام ده قبل كده يا عم شوقي وما حصلش. خلاص يا معلم اصبر عليه شويه معلش. يعني ايه اصبر عليه؟ يعني ايه اصبر عليه؟ ولو الغله دي واخدها منك كنت هتصبر انت عليه برضك يا معلم؟ ايه انت تتخانق معانا ولا ايه؟ انا بحاول احل المشكله، الناس كلها صبره لبعضها ما فيهاش حاجه يعني. يا اللي مالكش فيه ما تتدخلش فيه، محدش دومك ليه محامي، وبعدين انا عارفك من زمان عارفني في رزقي ومحدد انا على
قلبك مفيش واحد في البلد يديني جنيه. انت ايه اللي بتقوله ده؟ انت هتنسى نفسك ولا ايه؟ فوق وشوف انت بتتكلم مع مين؟ خلاص يا جماعه، خلاص يا معلم فوزي. وانت يا معلم كمال ما تصحش اللي بتقوله ده. يا عم حقك عليه، حقك عليا، وانت دماغك يا بص. بالكتير قلت لك اسبوع وهجيب لك الفلوس، ملوش لازمه الكلام ده. اخرك معايا اسبوع واحد وبعدين بستنضف الناس اللي تقعد معاك. شكلي كده هروح بيك السجن. خلاص يا معلم استهدى بالله، ما يصحش يا معلم كمان اللي بتقوله ده، بس هخليك تندم على كل كلمه قلت. اوسع ما عندك اعمل. انت كلامه بس ما تقدرش تعمل حاجه.